اهلا وسهلا بكم. احنا بالتاكيد نشد على زركم على هاي المبادره الطيبه، واحنا بدورنا كعشائر كشيوخ عموم ننبذ هذه الظاهره. اذا هي يعني نفس حاله الدقه العشائريه، فاحنا وعشائرنا هذه الظاهره جديده ودخلت على العراق وهي مرفوضه عند زعامات وعشائر اهل ديالى. احنا مع القانون نطالب على هذه الظاهره يكون لها تشريع، وايضا يكون لها عقوبه قصوى وعقوبه عاليه يعني. فاحنا نطالب الدوله ونطالب الحكومه ان تكون تحدد تشريع لهذه الظاهره الدخيله على المجتمع العراقي. احنا مع القانون تاريخيا، لان ما طول هي الزعامات، وهسه انا اذا اشوف هي الوثيقه هي قامات وعيه القوم، هي بدون مجتمع هي اللي موقعه بها، فاذا هي تصير تاريخيه. شنو رسالتك للشباب شيخ؟ والله رسالتي للشباب الكف على هذه الظاهره والابتعاد عنها، لان هذا اول شيء مسيء للاخلاق ومسيء للاعراف، وانت تعرف العشائر الاصيله تنبذ هذه الظواهر الدخيله اللي جتي هسه بهالوقت هذا، واحنا كدورنا وعشائر ننبذها اطلاقا ونوصي شبابنا بها الابتعاد عنها، لان ظاهره دخيله تؤدي الى تفكيك المجتمع ونسيج العشائر، واحنا هذه الظاهره منبوذه عندنا جمله وتفصيل. صراحه ابدا ما عندنا الزام. اترك المقرب. انا كل العشيره هم ابنائي، ما عندي يعني حالهم حال اولادي يعني. فاذا القانون يسرع عليه ويسرع عليه العرف. تعاون مع القانون؟ طبعا ما عندي فرق. انا شيخنا وثيقه شرف ما مدعومه من جهه، ما تابعه لاي جهه، انا وحدي حيدر من البصره. صار لي سنه ليل نهار مطر برد مشيت فيه تمام. واصريت اكمل وان شاء الله تكمل، ما بقى لها غير سليمانيه وكركوك. شنو كلمتك للوثيقه ورسالتك لي كحي؟ والله انا بالنسبه لكم يعني اول شيء اشد على ازركم يعني، بالعكس هذه وثيقه تاريخيه، واتمنى منكم ان تمشون بها في كل انحاء العراق، لان هي ما طول تنبذ هذه الظاهره المشينه على المجتمع العراقي. لا والله انا اشد على ازركم واشكركم وجزيل الشكر لكم وعالي امتناني لكم. نحن بدورنا كوثيقه شرف العراقيه الموحده نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجناب الشيخ خلف الكروي رئيس عشيره الكرويه القيسيه، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ علي هادي التميمي والشيخ محمد العامري والاستاذ كريم الساعدي رئيس اتحاد الشباب. ويسرنا ان نقرا بيان وثيقه الشرف العراقيه الموحده من ديوان عشيرة الكروية القيسية. قررت القبائل العراقية الأصيلة وقوفها بوجه الظواهر الدخيلة وظاهرة الابتزاز الإلكتروني، معلنة موقفا موحد من البصرة إلى زاخو، متعاونة مع القانون بوثيقة شرف عراقية موحدة صدرت عام 2023 ميلادي 1444 هجري. تتشرف وثيقة الشرف العراقية الموحدة أن تلتحق بها قامة من القامات العراقية الأصيلة، ألا وهي عشيرة الكروية. تفضل.